السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل لكم سيفرتاية. مكونات السيفرتاية بتاعتنا النهاردة مش هتشتريها أصلا، يعني هي ممكن تكون عندك في البيت كلها أصلا. عندنا بطرمان، أي حاجة عندك بقى. ممكن البطرمان ده بتاع صلصة، تمام، هنجيبه. تمام، وهنعمل فيه أول حاجة هنغير الغطا بتاعه، وهنعمل فيه زي الغطا ده كده بالظبط. هنخرمه من النص، تمام، ونعمل 4 فتحات أو 5 زي ما أنا عامل كده. ده أول حاجة. تاني حاجة عندنا سلوك زادي. السلك ده هنقسمه بنفس ما انا راسم كده بالظبط، 4 سنتي في 9 سنتي في 1.5 سنتي في 5 سنتي في 4 سنتي. ليه كده؟ عشان دي هتبقى الحمالة اللي هي هتبقى بالمنظر ده. دي كده الحمالة اللي احنا هنسند بيها السبرتاية بتاعتنا. وعندنا كمان دي عجينة ملح، مكوناتها دقيق وملح بس. ده وظيفتها ان احنا هنقفل بيها المسامات دي، تمام، عشان نقفل بيها اي حرارة واي حاجة داخلة. وعاوزين خيط صوف او خيط يا ريت يكون قطن، ده 4 متر، وحتة قماشة عشان هنعمل بيها العويل، او اللي هيطلع لنا السبرتو من تحت لحد فوق. وعندنا صفيحة واخدينها من كان بيبسي او اي حاجة، ده 7، تمام، واخدينها ونلفها على القلم ده بحيث نعمل منها ماسورة زي دي عشان نحطها هنا كده ونطلع منها السبرتو. هثبتها وارجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني بعد ما قفلنا السبرتاية بالمنظر ده. ثبتناها وحطينا فيها عجينة الملح، ثبتنا مكان العويل ما يطلع اهو. والحمالات اللي المفروض هنحط عليها اي حاجة ثبتها كمان، مش ناقصة غير العويل. حتة قماشة بيضة او اي لون عندك او اي حد. الخيط زي ما احنا اتفقنا هنلفه كذا لفة، تمام، ونبدأ نعمل بقى بيه العويل. طريقة سهلة وبسيطة. نحط بقى الخيط هنا ونبدأ نلف عليه القماشة دي، ونضم قوي 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 قوي. هخلصها واوريلكم بعد ما اخلصها. ورجعنا لكم من تاني في اخر جزء من حلقتنا النهارده، بعد ما ركبنا لها العويل وحطينا بقى السبرتو، شغلناها، نعمل عليها القهوة اهو. يا رب تكونوا استفدتوا، وان شاء الله تعملوا احسن منها كمان. شكرا لكم.